بزاف منا شاف الصور ديال الشيخ سعيد الكمالي اللي دار ضجه في مواقع التواصل. استقبال اسطوري للشيخ سعيد الكمالي، استقبال يليق بمقام العلم والعلماء. ولكن الغريب في الامر ماشي هو الحب ديال الناس، الغريب هو انه كاين واحد الفئه في المجتمع ديالنا هذا المنظر هذا ضرهم في خاطرهم ما عجبهمش. علاش؟ توقير عالم دين ولا كيستفز البعض، وعلاش ولفنا نشوفوا رجل الدين ديما حاني الراس وديما محقور. واليوم غادي نجاوب على هذا السؤال. المغاربه عبر التاريخ معروفين بتعظيمهم لاهل العلم وحمله كتاب الله. اللي وقع مع الشيخ سعيد الكمالي هو المشهد الطبيعي، هو الاصل في الاشياء. الناس خرجوا بعفويه باش يعبروا على الحب ديالهم لواحد الانسان كيشوف فيه القدوه والعلم. هادشي ماشي تقديس للاشخاص كما كيروجوا البعض، هادشي تقدير للمكانه العلميه اللي وصل ليها، بحال كيف ما كنقدروا اي دكتور او مفكر كبير. ولكن اشنو اللي وقع؟ مباشره من بعد ما الصور ما نزلوا ناضت اصوات من تيارات علمانيه وحداثيه بدات كتنتقد هذا الاستقبال وكتوصفه بالتخلف والرجعيه. والسؤال هنا علاش ملي كيتم استقبال مغني او مؤثر او لاعب كره القدم بنفس الطريقه او اكثر كنسميوه نجاح ومحبه الجمهور، وملي كيتعلق الامر بفقيه وعالم كيولي تخلف؟ السبب ببساطه هو انه هذه الفئه هذه ولفت تشوف الفقيه في واحد الصوره نمطيه، فقيه مدلول ومحقور ومهمش. هاد الصوره ديال الفقيه المحقور هي اللي مريحاهم، وفاش كيشوفوا عالم عنده هيبه وكيلبس مزيان الناس كتحترمه هادشي كيضرهم وكيهرس لهم ديك السرديه ديالو. الشيخ سعيد الكمالي وغيره من العلماء الافاضل كيمثلوا الهويه المغربيه الاسلاميه. ملي كنكرموهم راح كنكرموا القيم ديالنا، والهجوم على هذا الاستقبال هو في الحقيقه هجوم مبطن على الرمزيه اللي كيمثلها الشيخ سعيد الكمالي. خصنا نفهموا ان العالم المسلم اللي عايش عصره ومحترم راسو هو اقوى رد على اي فكر متطرف، وفي نفس الوقت هو شوكه في حلق اي فكر كيبغي يمسح الهويه الدينيه للمجتمع المغربي. الاحترام والوقار هما عمله نادره في هذا الزمن هذا، ومن حق العلماء يكون عندهم النصيب الاكبر منها. في الاخير الاستقبال ديال الشيخ سعيد الكمالي هو رساله واضحه ان المغاربه مازالين شادين في الاصل ديالهم، والناس اللي ما عجبهمش الحال خصهم يراجعوا المفاهيم ديالهم حول الاحترام والحريه. السلام عليكم وتهلاو في راسكم.